أهلا بيكم مع حلقة جديدة من برنامج رمضان اشحن طاقتك. رمضان فرصة حلوة جدا إننا نعيد بناء علاقتنا مع بعض، خصوصا في البيت. لو رمضان مش هو فرصة لتقوية الروابط بين الزوجين والأبناء يبقى في حاجة مش مظبوطة. تعالوا معايا في رحلة نجدد فيها الحب والضحك والمسامحة وكل حاجة حلوة في الشهر الكريم، ونستغل رمضان علشان نقوي الروابط الأسرية. يعني بدل ما كل واحد فينا يكون مشغول مع التليفون أو بيشوف مسلسل لوحده، نقدر نعيش مع بعض وقت متميز. تعالوا معايا هقول لكم على شوية خطوات بسيطة كده علشان يكون رمضان نقطة انطلاق لعلاقتنا الأسرية القوية. أول خطوة التعاون في تجهيز الإفطار والسحور. الإفطار مش مجرد إنك تجهز سفرة وتاكل وخلاص، لا، لازم كل واحد فينا يكون ليه دور في تحضير الطعام. المطبخ ده مش ملك الزوجة وحدها، إنما لحظة بتتعاونوا فيها كلكم بحب، وكل واحد منكم بيبص للتاني في عينيه ويقول روح قلبي انت معايا في هذا الكفاح. تاني خطوة التواصل الصادق والمباشر. خصصوا وقت علشان تتكلموا مع بعض عن يومكم، أحلامكم وتحدياتكم. اضحكوا مع بعض، اعملوا تحديات وادعموا بعض. الحياة قصيرة يا جماعة، فلازم تستمتعوا بيها مع بعض. دي مش بس دعاية للخير، دي كمان بتخلي العلاقة أقوى، فخلي اليوم يبدأ بتقارب، مش هتخسر حاجة. تالت خطوة خصصوا وقت للعبادة مع بعض. مفيش حاجة بتزيد العلاقة الأسرية أكتر من العبادة. لما تصلوا ركعتين مع بعض مثلا قبل السحور، ده مش بس بيقربكم من بعض، ده كمان بيقربكم من ربنا أكتر. الفكرة هنا مش مجرد عبادة، الفكرة في النية الصافية إن تكون العبادة مع العيلة. لما كل واحد فيكم يتحمس يختم القرآن وتتنافسوا في ده، أو تصلوا مع بعض ركعتين، ده هيشاركم إنكم فعلا قلب واحد. رابع خطوة المرح والضحك وبناء ذكريات حلوة. الضحك هو سر العلاقة القوية. خصصوا وقت للمرح واللعب مع بعض. ممكن تلعبوا ألعاب لوحية أو تعملوا مسابقات بسيطة زي لعبة الألغاز أو أسئلة عن رمضان، فالضحك بيخلي التوتر يختفي وبيقرب القلوب من بعض. خامس خطوة التقدير والامتنان في رمضان. اشكروا بعض على الحاجات الصغيرة، فالزوج ممكن يشكر زوجته على مجهودها في البيت، والزوجة تشكر زوجها على دعمه، والأبناء كمان محتاجين يسمعوا كلمات الشكر لما يعملوا حاجة كويسة. فالتقدير بيخلي كل فرد في العيلة يحس بقيمته. في النهاية يا جماعة، رمضان مش بس شهر للصيام، ده شهر للتواصل والتقارب والذكريات الجميلة. خليكم دايما حريصين على تقوية علاقاتكم الأسرية، وعيشوا كل لحظة مع بعض. ما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات ازاي بتقضوا وقتكم مع عائلتكم في رمضان، ولو الفيديو عجبكم اعملوا شير مع أصدقائكم عشان يوصل لأكبر عدد ممكن. رمضانكم سعادة، كل سنة وانتم طيبين.